بخطأ يقع من جماهير المصلين، وهذا الخطأ فيه أولا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا فيه خسارة كبيرة وكبيرة جدا، وهي أن لا يحظى المسلم بمغفرة الله عز وجل، الذي ما نعبد الله بصلاتنا وقيامنا وصيامنا إلا لنحظى بمغفرة ربنا تبارك وتعالى. فأنتم تعلمون مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله تعلمونه وتسمعونه، ولكن اسمعوا الآن ما نادرا ما تسمعونه، بل ربما أكثركم لم يطرق سمعه هذا الحديث الذي سألقيه على مسامعكم. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث من أصح الأحاديث لأنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. بماذا؟ بأمر سهل جدا جدا وصعب جدا 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 على من اعتاد المخالفة. الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب والآن صلاة العشاء، أنا لا أكاد أنتهي من قولي من قراءتي ولا الضالين إلا وأنتم تسبقونني بآمين. ترى أنا الإمام أم أنتم؟ أنا المقتدي أم أنتم؟ أنتم تقولون آمين قبلي يا جماعة. أنا أنتهي من قول الله ولا الضالين آمين، أريد أن أخذ نفسا لأنه هنا موقف آية، وإذا بالمسجد لا أقول هنا كل المساجد إلا مساجد قليلة جدا في الدنيا كلها